السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت النهاردة دخلت على فيسبوك، لقيت اعلان معمول بصوت واحد شبهك. دخلت على يوتيوب، لقيت فيديو مكتوب بالكامل بذكاء اصطناعي. الناس بقت تقول ال AI شات جي بي تي روبوتات. كل ده حصل امتى؟ واحنا رايحين على فين؟ هو فعلا الذكاء الاصطناعي ده هيجي ياخد مكاننا؟ هيمنعنا من الشغل؟ ولا ممكن يكون في مصلحتنا؟ النهاردة هنتكلم في الموضوع ده واحدة واحدة وبسلاسة وعلى خفيف زي ما متعودين. بص يا سيدي، اللي حصل مش فجأة خالص، بس احنا كناس عاديين بدأنا ناخد بالنا مؤخرا. يعني اللي بيحصل دلوقتي هو نتيجة شغل سنين طويلة في المعامل والشركات. يعني من أول ما كان الكمبيوتر بيلعب شطرنج لحد ما بقى بيرسم ويكتب شعر ويرد عليك في ثواني. بس الفكرة إن التطور بقى ظاهر دلوقتي قدام الناس، وده علشان حاجتين: التكنولوجيا بقت سريعة جدا، بقت متاحة لينا كلنا على الموبايل ببلاش كمان. يعني النهاردة أي حد ممكن يفتح برنامج AI، يكتب له مقالة، يلون صورة، أو يحل له مسألة. وطبعا الشركات الكبيرة بتتسابق في التطوير زي مايكروسوفت وجوجل وأبل، كله بيجري. فاحنا كمستخدمين حسينا فجأة إن الدنيا اتشقلبت. الموضوع بسيط على فكرة، انت بتديله شوية كلام هو بيفكر بطريقته ويبدأ يرد عليك، أو يطلع لك صورة أو صوت أو حتى فيديو. يعني لو دخلت وقلت له اكتب لي مقالة عن القهوة، هو بيكون شاف مقالات كتير عن القهوة ويبدأ يركب الكلام ويطلع لك نتيجة شكلها احترافي، مش لأنه بيفهم، لكن علشان حافظ نمط الكلام. هل ممكن يجي يوم والذكاء الاصطناعي ياخد شغلنا؟ هو بصراحة وممكن لأ. يعني في شغلانات معينة الذكاء الاصطناعي بدأ ياخد فيها شغل جامد، زي خدمة العملاء والترجمة وكتابة المحتوى وتصميمات بسيطة وإدخال البيانات. بس في شغلانات تانية صعب يدخل فيها بسهولة، زي الطبيب اللي بيطمن على العيان، والمدرس اللي بيفهم نفسية التلميذ، والصحفي اللي بينزل الشارع يعمل تحقيق. أي حد بيشتغل بإحساسه وفهمه للبني آدمين يعني ممكن يشيل جزء من الشغل بس مش كله. وخلّيني أقول لك حاجة مهمة، زي ما كل اختراع جديد خلّى في ناس شغلها يختلف، الذكاء الاصطناعي كمان هيغيّر، مش هيعدم الشغل خالص. الناس اللي بتعرف تستخدمه هتشتغل أكتر وبطريقة أسهل. طيب نعتبره عدو والّا صديق؟ بصراحة هو لا عدو ولا صديق، هو أداة، زي السكينة. لو استخدمتها عادي في الطبخ هتبقى تمام، لو استخدمتها في خطر هتأذيك. الذكاء الاصطناعي مش ذكي بمعنى الكلمة، هو بيعرف يجمع ويوصل ويقلد، لكن مفيش مشاعر ولا ضمير ولا إنسانية. يعني مثلا تقدر تخليه يكتب نكتة، ممكن، بس مش هتضحكك زي لما صاحبك يقولها بإفيه في وشك. فهو ذكي تقنيا بس مش بشري، وده الفرق الكبير. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يكون خطر؟ ممكن يكون خطر. لو اتساب من غير قوانين أو رقابة ممكن يعمل مشاكل، ينتج المحتوى مضلل أو كذب، يزور صور وفيديوهات اسمه ديب فيك، يخلي الناس تعتمد عليه زيادة عن اللزوم. يعني مش لازم المفروض نسلم دماغنا ونقول خلاص خليه يفكر مكاننا، لا، لازم نفكر معاه، نراقبه ونفهمه، والأهم نحط قوانين تنظم استخدامه. طيب نعمل إيه بقى؟ الحل نطور نفسنا ونتعلم ونستفيد منه بدل ما نخاف منه. يعني لو أنت بتكتب استخدمه كمساعد مش بديل، لو بتصمم خليه يسهل لك الشغل مش يعمله مكانك. لو بتشتغل أي شغل اسأل نفسك، هل ممكن أستخدم أدوات ال AI تخفف عليا؟ وما تفتكرش إن التعليم خلاص ملوش لازمة، بالعكس، اللي بيعرف يتعلم بسرعة ويطور نفسه هو اللي هينجح في المستقبل. في الآخر الذكاء الاصطناعي جاي غصب عن أي حد، بس الفرق إنك تكون مستعد ولا لأ. لو فهمته واستخدمته صح هيفيدك، لو خفت منه وفضلت واقف مكانك ممكن فعلا تتشال. بس طول ما عندك وعي هتعرف تمشي معاه مش ضده. كانت حلقة من وعي على خفيف. لو شايف إن الحلقة فادتك اعمل لايك وسبسكرايب وشاركها مع أي حد لسه مفكر إن شات جي بي تي ده روبوت بيلعب كوتشينة. وسيب لي رأيك في الكومنتات، هل أنت شايف الذكاء الاصطناعي فرصة ولا شايفه خطر؟ أشوفكم في حلقة جديدة، وخلي دايما وعيك خفيف بس حاضر. سلام.